الهجوم الذي أتعرض إليه إن لم أكن أنا شخصية قوية يعلمون تمام العلم بعد أن تعرضت إلى دراسات سواء كانت إعلامية أو علمية في الجامعات الأمريكية والجامعات الإنجليزية والجامعات الألمانية، لأنني أدرس، أنا توفيق عكاشة بيتم تدريسي للمتدربين في عدد من الجامعات الأمريكية والإنجليزية والألمانية وللأسف والجامعات الإسرائيلية. بيدرسوني علشان يستخلصوا الأساليب العلمية التي استخلصتها بنظريات علمية وحولتها إلى عمل وتطبيق عملي أدى إلى المساهمة بقدر كبير جدا في عدم إسقاط مصر وعدم تحويل مصر أو عدم نجاح حروب الجيل الرابع في مصر، لأن حروب الجيل الرابع إلى الآن، وكلامي واضح، إلى الآن فقط فشلت وتم هزيمتها في مصر. هم الآن بيستحدثوا ويكرسوا منهج اللي هو الهدف منه إضعاف قوة توفيق عكاشة. أظرف حاجة من حوالي شهرين كده بكلم دكتورة هناك في التليفون، أقل من شهرين، صاحبتي أمريكية موجودة هناك. لا ألو، أنا توفيق عكاشة بالفلاحين، إزاي؟ قالت لي مين؟ توفيق عكاشة؟ قامت رامية السماعة في وشي زي ما يكون عقرب لدعها. طبعا أنا بتكلمها مش بكده، بالإنجليزي طبعا، بس أنا بقول لكم يعني إنجليزي فلاحي. قامت رامية التليفون في وشي كأن عقرب لدعها. جرايه وليه؟ ده أنا كنا أصحاب وأنت كنا مع بعض كده واتدربنا واشتغلنا وبعتيني اشمعنى دلوقتي بترمي السماعة في وشي؟ يا ولية يا ولية، أحسن شغلانة عليك تولولي عشان تبقي بتنفذي اسمك الولية. والنبي لا تولولي، والنبي لا تولولي شوية، أنا عايزك تولولي شوية عشان يبقى اسم على مسمى، وبعدين تصحي عشان تنامي. أنت نايمة يا أما؟ إذا كنت نايمة اصحي، وإذا كنت صاحية نامي، ولا أقول لك اصحي عشان تنامي. يا أخي بقول لك حاجة، أنا ما خدتش دكتوراه خالص، أنا ما خدتش الإعدادية حتى، يعني تقريبا والله أعلم ما خدتش الابتدائية، وفي ناس بيقولوا ما بيعرفش يقرا. إيه اللي مزعلك؟ أنت مالك؟ ما تتفرجش عليه يا سيدي. حقيقة واحد بعت لي وبيقول لي وأنت دفعت كام في الدكتوراه المضروبة بتاعتك؟ أقول لك اديتهم 1000 بوسة، لو عايز واحدة تعالى وهم يدوك 1000 بوسة، بس ما تزعلش من ال1000 بوسة اللي هيدوهم لك، ماشي؟ الله العظيم. بعت لي 3 رسايل يقول لي وانت دفعت كام في الدكتوراه بتاعتك؟ مش هقول لك، والنبي ما هقول لك الا اذا مامتك